بداية قوية في ليلة افتتاح دوري أبطال أوروبا، يعني ماتشات قوية جدا، كل الفرق سجلت. البداية طبعا كان فوز الأرسنال على أتلتيكو بلباو 2-0، هدفين عن طريق مارتينيلي، هدف مرتدة وهدف من أسيست مارتينيلي، وأرسنال فاز خارج الديار 2-0. الماتش اللي بعده كان ماتش قمة في يعني ايه إثارة، يوفنتوس مش عارف ايه هو الأسبوع ده عامل سكورات عالية، اتعادل مع بروسيا دورتموند 4-4، نتيجة تقيلة جدا. الفرقتين طحنوا بعض، كان ماتش تكسير عظام، أهداف أجمل من بعض، الأربع أهداف والأربعة هنا والأربعة هنا. ماتش كان قوي جدا، كان في ملعب يوفنتوس عمل كومباك وريمونتادا ورجع وتعادل في دقيقتين. في الوقت بدل ضايع سجل التالت والرابع وتعادل مع بروسيا دورتموند اللي كان كسبان 4-2. الماتش انتهى 4-4، نتيجة تقيلة. في ايه يا عم فرق، في ايه يا يوفنتوس كان لسه كسبان الانتر 4-3، كان ماتش برضه قوي. الماتش ده نفس 4-4 مع بروسيا دورتموند، دوري أبطال بداية قوية وساخنة جدا جدا في الافتتاح. والماتش التالت كان ريال مدريد كسب مارسيليا 2-1 بالعافية، أداء غير مقنع من ريال مدريد وتشافي ألونسو، ضربتين جزاء كيليان امبابي سجلهم وهدف كان لمارسيليا. مارسيليا عملت ماتش كويس جدا، وكان في طرد لداني كارفاخال في الدقيقة 73. طبعا أنا شايف الطرد يستحق، يعني أنت تضرب الحارس دي تخبطه بدماغك دي، يعني تصرف سيء جدا يعني. اداء غير مقنع للريال مدريد، وانا شايف الريال يعني ايه حتى الان ما اقنعش، وتشابي الونسو ما عملش لسه، ما حطش بصمه مع ريال مدريد. ما تقولش مثلا، يعني تحس ان هو زي برضو زي فتره انشيلوتي، الريال كان ماشي الريال بيكسب، بس الريال مع اول نتيجه سيئه يعني تعادل مثلا او خساره، الدنيا هتنزل وهتقل وهيظهروا كفاءة اللعيبة بتاعت ريال مدريد. واللعيبة يعني أنا شايف يعني ماشي، الريال ابتدى ماتش مارسيليا كويس أول 10 دقايق، بعد كده برضو في مشاكل في نص الملعب هجومية، في مشاكل في الهجوم، في خط الدفاع سيء جدا. فأنا شايف الريال حتى الآن لم يقدم أوراق اعتماده، يعني أداء غير مقنع شبيه ليفربول بالظبط. هو كسب 2-1، طبعا أهم حاجة بتجمع نقط، بس أداء غير مقنع من وجهة نظري. والماتش الأخير كان توتنهام فاز على الفياريال 1-0. توتنهام فاز على الفياريال 1-0، ودي كانت الليلة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وبشكل عام بداية قوية جدا لدوري أبطال أوروبا. بس طبعا أداء غير مقنع، ريال مدريد كسب صحيح على أرضه وفي ملعب برنابيو، أخد 3 نقط وفاز 2-1 من ضربتين جزاء، بس أداء غير مقنع. وطبعا الماتش كان أقوى ماتش، هو يوفنتوس وبروسيا دورتموند، كان ماتش تكسير عظام، وأرسنال فاز وحقق